مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده عملت معاكم بقى كنافه بالمانجا. بصراحه طعمها تحفه ولذيذه جدا، والمانجا دلوقتي متوفره في كل الاسواق ومتناول الجميع. طعمها بصراحه تحفه. تعالوا نشوف مع بعض المكونات. جبت نص كيلو كنافه، بس بصراحه المفروض تتحط في الفريزر، بس انا ملحقتش طبعا فضربناها في الكبه عشان خاطر تتحط في الفريزر بتتفتفت معانا بسهوله، فضربتها في الكبه فهي الشكل النهائي بتاعها. نجيب الحله بتاعتنا، نحط عليها 3 معالق سمنه كبار، وننزل طبعا معاها بالكنافه حبه كده صغيرين بس، وبعد كده بنكمل الباقي برضو عشان تتحمر كلها شكل بعض. ممكن تتحط في الفرن عادي برضو، بس انا بحبها كده عشان بتبقى افضل يعني. اهو ده الشكل النهائي بتاعها، اتحمرت كلها شكل بعض كلها اهي. نعمل مع بعض بقى الكريم شانتيه. نحط كوبايه كبيره كريم شانتيه، ونص كوبايه سكر مطحون، وحبة مية صغيرين قد ربع كوباية بس، مية ساقعة طبعا، وممكن لبن بس انا يعني بفضل المية. بنضربهم طبعا كويس جدا، وده الشكل النهائي بتاعها. كده بنجيب البيركس بتاعنا، بننزل بالكنافة الرق تحت طبعا الاول، وبنفردها كويس. طبعا بنفردها كويس جدا. وكده تمام. بعد كده بنبقى طبعا عاملين شربات، طبعا كوباية سكر وعليها كوباية مية ورشة فانيليا بسيطة، وطبعا عصرة ليمون الشربات بتاعنا. وبعد كده كنت عصرة مانجا، يا دوبك مش عاملاها في الخلاط انا، يعني يا دوبك يعني منضفاها كده بس، وشايله منها القشر والبذره. هنفرد طبعا رق مانجا، طبعا نغطيها كلها. نغطيها كلها كده تمام. كده بنرجع بالكنافه بتاعتنا، نحط رق تاني، طبعا نفردها كويس جدا طبعا، وبنتك عليها شويه بحيث ما ايه تبقى كلها متماسكه مع بعض. يعني كده تمام. بنجيب الكريم شانتيه اللي احنا عاملينه سوا، نفرده كويس جدا كده تمام. نرجع ببقية المانجا بتاعتنا، كنت طبعا مقطعة مانجا مكعبات، هنفردها على الوش. طبعا هنحطها في التلاجة قد ساعتين 3، بس طبعا الاولاد عندي ما صبروش. بعد كده طلعناها اهوت، ما ده الشكل بتاعها، طعمها تحفة. يا ريت تجربوها، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. هنقطعها مع بعض، طعمها بصراحة تحفة جدا. طبعا ما لحقتش ساعتين 3، الاولاد كانوا عايزين ياكلوها